أحداث متسارعة تشهدها الساحة الجزائرية بين غضب الشارع ودعوات العصيان المدني ومطالب إسقاط النظام. تطورات عجلت بخروج الجيش عن صمته إزاء ما تعيشه البلاد. لم يرضي بعض الأطراف الذين يزعجهم بأن يروا الجزائر آمنة ومستقرة، بل يريدون أن يعودوا بها إلى سنوات الألم وسنوات الجمر. وبينما كان الفريق قايد صالح يوجه كلمته إلى الشعب، كان آلاف الطلاب يحتشدون في ساحة البريد المركزي تلبية لدعوات الاحتجاج. الطلبة قاطعوا الدراسة وواصلوا ترديد شعارهم لا للخامسة، رفضا لبقاء بوتفليقة ولاية جديدة. كاين جروب تاع هادو السراقين هادو محاكمين البلاد، دونك لازم نديروا هكا شغل قريب كل يوم باش يفيقوا بينا يسمعوا بينا. يروحوا يخطونا ما يسحقوهمش، طريقة نظامية سلمية ديمقراطية هذا ما كان، هذا واش رانا نحوسوا، ماناش حابين تخسر بلادنا، هذه بلادنا احنا نعيشوا فيها، كل نكسروا وتخسر مليح عليهم وما يعرفوا ويروحوا. ولم يتغير موقف الطلبة تجاه رسالة بوتفليقة التي وعد فيها بإجراء انتخابات مبكرة وإصلاحات عميقة، وانضم المحامون إلى الطلبة بعد مقاطعة المحاكم. يبدو أن الشعب الجزائري وأن المتظاهرين على الأقل الذين خرجوا إلى الشارع والذين ما يزالون يخرجون بشكل يومي تقريبا يريدون تغيير الآن، ولا يريدون أن ينتظروا لا سنة ولا سنتين ولا حتى 6 أشهر. الآن الكرة وهي قبضة حديدية بين الشارع وبين السلطة. السلطة متمسكة بمكانها وبحساباتها إلى آخر لحظة، والشارع مصمم أيضا على أن يحدث هذا التغيير الآن بالذات. وهكذا يتواصل ضغط الشارع لتشديد الخناق على السلطة السياسية التي وجدت نفسها أمام خيارين، إما التمسك ببوتفليقة أو الالتفاف لمطالب الشعب. الطلبة يواصلون رفض ترشح بوتفليقة، والشارع يتلقف كل ما هو ضد الولاية الخامسة بما في ذلك دعوات للعصيان المدني. أما الجيش فيحذر من مخاطر أمنية ويذكر الجزائريين بالعشرية السوداء. كريم قندولي، قناة الغد، الجزائر.